على بالي كأني شفت هذه النقاط وباقي الحليب، وفي بالكم يبيعوا غير الحليب المدعم وفقط. اليوم أنا دخلت عندهم، صورت واش عندهم منتجات، شحال الأسعار متوحة، هل هي منتجات صحية أو لا. نكتشفوا هذا الأمر مع بعض. وأول منتج معنا هو جبن الإدام. كما تعلمنا في الصفحة أنه الجبن الطبيعي يتكون من الحليب والخمائر اللبنية والروبا. كما راكم تشوفوا أمامكم، هذا السعر تاعو 150 ألف، يعني صفقة ممتازة. كذلك الجودة، هذا السعر تاعو 150 ألف للكيلو. المكونات تاعو بسيطة وواضحة، وهذا جبن طبيعي ننصحكم به. تلقاو عندهم أيضا منتجات تاع ملبنات أخرى كما زبدة الأوراس الغنية التعريف، هذا لقيتها 69 ألف للكيلو، يعني صفقة ممتازة. أيضا لقيت الزبدة تاع ملبن تعريب في ولاية عين دفلة، هذه السعر تاعها خرافي 115 ألف للكيلو، وتقدر تشري حتى برطل، يعني ماشي راح يفرض عليك شحال تشري. أيضا تلقاو أيضا الكومونبار تاع الإيدو تاع ملبن تاع النابة، هذه صفقة ممتازة 250 غرام ب23 ألف، يعني 230 دينار. كي نقرأ ونقلب المكونات راح نلقى مكونات واضحة وبسيطة تدل على أنه جبن طبيعي. راح تلقاو عندهم أيضا السمن الطبيعي اللي يجي من الزبدة وفقط، سمن المنبع. عندك 600 غرام ندير 120 ألف، يعني 1200 دينار، و300 غرام ندير 62 ألف. تلقاو عندهم أيضا قشدة حليبية كاملة ومبسترة من الحليب وفقط بدون إضافات، السعر تاعها خرافي 11 ميل، يعني 110 دينار للعلبة، يعني صفقة ممتازة. أيضا راح تلقى عندهم البن من الحليب البقري الطازج المجموع من عند المربيين الجزائريين، وأيضا مدعم بالبيفيديس، مليح الناس اللي عندهم مشاكل هضمية، أو حتى الناس اللي عندهم القولون. حتى الناس اللي ما تفضلش البيفيديس راح تلقاو عندهم البن أيضا من الحليب المجموع من عند المربي الجزائري. صفقة ممتازة بسعر ممتاز. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم.